وصفة النهاردة من الوصفات اللي كلنا بنحبها، كبار وصغار، كمان وصفة اقتصادية ومفيدة جدا للأطفال. لو مكسلة بقى ومش قادرة تقومي تعملي فطار، اعمليها لهم وهم يقوموا يفطروا بيها، لأن فعلا مليانة عناصر غذائية. وقبل أي حاجة ما تنسيش تدعميني بلايك وشير وكومنت حلو كده زيك. ويلا نشوف طريقة وتفاصيل وأسرار البانكيك عشان يطلع معانا بكل سهولة. أول حاجة هنجيب البولة بتاعتنا وهنحتاج 2 عدد بيضاء. هنحتاج بيضتين بدرجة حرارة الغرفة عادي خالص. هنحط معاهم 3 معالق من السكر، 3 معالق كبار من السكر. امشي معايا بالتفاصيل دي وتابعي معايا عشان تعرفي كل اسرار البانكيك وازاي يطلع معاكي ممتاز. استخدمت كيس فانيليا من دريم اللي هو بنكهة البرتقال، ممتازة يا جماعة، نقلته في حتة تانية خالص والريحة وطعم رهيب. هنقلب كله مع بعضه لحد ما الفانيليا تدوب وكمان السكر بتاعنا يدوب خالص. اهو هنفضل نقلب كويس جدا. مش هنحتاج بقى لا خلاط ولا هنحتاج مضرب كهرباء ولا اي حاجه خالص، المضرب اليدوي وانت واقفه، لان الوصفات فعلا ما بتاخدش وقت وما بتاخدش مواعين كتير ولا ادوات كتير ولا اي حاجه. بعد ما اتاكدنا ان السكر داب هننزل عليهم بقى بكوبايه من الحليب، حليب عادي خالص. وهنحط معاهم كمان 3 معالق من الزيت. دي اول معلقه وتاني معلقه وتالت معلقه. انا ماشيه معاكي بالمقادير بالظبط عشان يطلع معاكي ممتاز. بس كده، وهقلب كله مع بعضه لحد ما كله يمتزج مع بعضه زي ما انتوا شايفين. يعني ولا احتاجنا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه خالص، ما خدتش فعلا 5 دقايق وانت واقفه. قلبنا كله كده بالمضرب اليدوي. وكمان وصفه اقتصاديه بتعمل كميه كبيره. هنحتاج بقى حوالي كوبايه وربع من الدقيق. اهو كوبايه. احنا بننخل طبعا الدقيق بتاعنا علشان يبقى احسن والقوام بتاعه بيكون افضل. كوبايه وربع من الدقيق، وهنبدا ان احنا ننخلهم على المكونات اللي احنا عملناها دي. طبعا المقادير سهله جدا زي ما انت شايفه كده. نخلنا الدقيق بتاعنا زي ما انت شايفاه كده بالظبط. هننزل بقى عليه بمعلقه صغيره من البيكنج باودر. اهو حوالي معلقه صغيره من البيكنج باودر ونص معلقه من البيكنج صودا. لو مش متوفر البيكنج صودا استغني عنه خالص، ما عادي مفيش اي مشكله، يعني الوصفه مش هتبوظ. هنحط ذره ملح، يعني رشه ملح كده عليه، لان الملح على فكره هو اللي بيدي ريحه الاكل. يعني حتى لما بتيجي تعملي الاكل العادي ما بيطلعلوش ريحه لما تحطي الملح. هنقلب كله مع بعضه لحد ما القوام بتاعها بيبقى زي قوام الكيكه كده، ما بيبقاش خفيف. لو حسيتي ان هو خفيف ضيفي له معلقتين من الدقيق، لان طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني. انتوا طبعا عارفين ان انواع الدقيق كتير. لو حسيتوها خفيفه معاكم ضيفوا لها معلقه من الدقيق. لازم القوام بتاعها يكون تقيل زي الكيكه. بصوا اهو، ما بتبقاش خفيفه، بتبقى قوام يعني ماسك نفسه شويه. هنسيبها بقى ترتاح كده حوالي 10 دقايق. نكون احنا بنجهز بقى البوتاجاز بتاعنا، والطاسه اللي احنا هنشتغل عليها تكون طاسه طبعا غير لاصقه، مينفعش انها تلزق فيها خالص علشان ما يلزقش فيها. هنديها يعني رشه من الزيت كده خفيفه، ممكن بمنديل او حاجه. وبنسيبها تسخن خالص، مينفعش انزل عليها البانكيك وهي بارده. بنشتغل على درجه حراره متوسطه. هنزل بقى بالبانكيك بتاعي كده. انا طبعا عملته على قد الطاسه لانها صغيره مش كبيره. لو انت الطاسه بتاعتك كبيره اعملي بقى الحجم اللي يعجبك، عايز تعمليها كبيره، عايز تعمليها وسط، عايز تعمليها ميني بانكيك، زي ما انت عايزه. ما بنقلبهاش لحد ما بيطلع الفقاعات كده، يعني بنسيبها على النار. اول ما بتبدا تطلع الفقاعات بتاعتك تعرفي انها خلاص مسكت من تحت، عشان تعرفي تقلبيها تبقى سهله معاكي في القلب. اهو كده طلعت الفقاعات زي ما انتوا شايفين. احنا ماشيه معاكي بالتفاصيل واحده واحده عشان ما تتلخبطيش وتطلع معاكي مظبوطه. هنبدا بقى نجيب الاسباتولا بتاعتنا ونبدا نفك الاطراف كده. اهو خلاص هي كده مسكت اهي. هنعملها بقى بالراحه وقلبناها زي ما انتوا شايفين. الموضوع ما فيهوش اي صعوبه خالص، يعني ممكن الاطفال نفسها تعملها، بس طبعا ما نستخدمش النار، لازم يكون حد بابا او ماما واقفين معانا. خلاص هي كده جهزت، ما بتاخدش ثواني، يعني اول ما بقلبها على الوش التاني بشيلها، ما فيش يعني ثانيتين 3 كده وشيلي، ما بتاخدش وقت خالص. هنعمل معانا واحدة كمان اهو. بصوا بنسيبها على النار لحد ما تبدأ تطلع الفقاقيع اللي على الوش دي. اول ما تبدأ تطلع الفقاقيع دي خلاص انت كده تقلبي. بصي اهي، مفيش اي صعوبة في الموضوع، وبجد مفيدة وفيها فوائد وفيها عناصر غذائية حلوة جدا.
خلاص اول ما بنقلبها بتبدأ تتشمع معانا وبنرفعها على طول، ما بنسيبهاش كتير عشان ما تتحرقش، هي بتنفخ كمان. بصوا بقى جميلة ازاي، منتهى الجمال. هنقدمها بقى مع لبن، كاكاو، زي ما انتوا عايزين. شايفين هشة وطرية، من الوصفات بجد الرائعة، مليانة عناصر غذائية. نشربها مع لبن، نشربها مع كاكاو، اي حاجة مفيدة عشان الولاد يستفيدوا. وهستناكم في الفيديو الجاي، متنسيش اللايك الحلو زيك.